ورجعنا لكم بعد ما خلصنا ام علي ما شاء الله طلعت زي ما انتم شايفين كده. السلام عليكم، انا نجلاء، اهلا بيكم في قناتي ماما ورودي في المطبخ. النهارده ان شاء الله هنعمل حاجه حلوه كتير مننا بيحبها وهي ام علي. هنجيب كيس ام علي وهنخليه كده في الطاجن اللي احنا هنشتغل فيه. نحط عليه لبن يكون سخن، كيلو لبن، يعني الطاجن ده ياخد كيلو لبن او الكيس ده بياخد كيلو لبن، واللبن ده نبقى محليينه. بس السكر طبعا يعني على حسب الرغبة، اللي بيحب الحاجة مسكرة قوي هيزود، واللي بيحبها وسط يقلل السكر بتاعها. كده كده السكر بتاعنا على حسب الرغبة. نحط كده اللبن بتاعنا جوه الطاجن بتاعنا اللي فيه ام علي، وهنسيبه شوية لغاية لما يشرب اللبن بتاعه. بعد ما يشرب مكسرات برضو على حسب الرغبة، اللي حابب يحط مكسرات، واللي بيحبه سادة ممكن يعمله سادة وعادي جدا، مش هيفرق في الطعم يعني قوي. لما يشرب شوية اللبن هنحط على وشه كريمة. لو أنا عندي وش لبن مثلا شايلاه ممكن أحطه على الوش، أو كريم شانتيه اللي أنا عايزاه أحطه. أنا عندي هنا بيبقى جاي كيس معاه، وأنا حطيت معلقتين كريم شانتيه كمان. هو لو كنت أنا ضربتها شوية يعني وتقلت كانت هتبقى لطيفة، بس هتدي طعم. نزوده كده على الوش كده، سيبه شوية وبعدين أحط الكريمة بتاعتي او القشطة بتاعتي بتاعت اللبن على الوش. بس هسيبه 10 دقايق كده وبعدين اضيفها وارجع لكم تاني. الدول خد اجازة